السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن كل حاجة تخص الشغل في مرسول، بالعجلة أو بالمكنة. وفي آخر الفيديو هبين لك طريقة التقديم إزاي وكل حاجة. بس ما تنساش أهم حاجة تعمل لي اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، ولايك على الفيديو عشان يوصل لغيرك. وهعلمكم برضو إزاي تاخد خوذة زي ديت مجانية من مرسول. أول حاجة هنتكلم عليها إيه هو الشغل في مرسول. مرسول شركة من أقدم الشركات في مصر اللي بتوصل أوردرات للعملاء وكده. ومرسول بتوصل كذا حاجة. يعني مثلا ممكن توصل أكل، ممكن توصل حاجة من شخص لشخص تاني، ممكن عميل يخليك تروح تستلم أوردر مكانه. هي دي مرسول. بتبقى معاملتك مع الشركة وجها لوجه، مفيش حد خالص داخل ما بينكم. طب انا دلوقتي الشغل في مرسول ده بيبقى عامل ازاي؟ هقول لك الشغل في مرسول بيبقى كالآتي: ان انا بفتح ابلكيشن مرسول بعد ما فعلت الدنيا وبعد ما عملت الخطوات واشتغلت خلاص. فتحت برنامج مرسول، هو نفس البرنامج بس بتحول لوضع اسمه وضع التشغيل، اللي هو انا عايز اشتغل. فبحول لوضع التشغيل دوت. اول ما بحول لوضع التشغيل بلاقي شاشه اسمها الرئيسيه، بدوس على الرئيسيه دي بيجيب لي الاوردرات. اختار منها الاوردر اللي انا عايز اوصله. مثلا اوردر مكتوب مثلا عدد الكيلو، كام كيلو من المطعم وكام كيلو للعميل، من المطعم للعميل يعني. والاوردر فيه ايه وتكلفته ايه وكل حاجه يعتبر تخص الاوردر. وان شاء الله باذن الله هنطبق الكلام دوت عملي الفيديو الجاي. طب دلوقتي القبض بيبقى ايه ولا ايه؟ القبض بيبقى على حسب الاوردر. يعني مثلا الاوردر مكتوب لي 15 جنيه، يبقى انا هاخد 15 جنيه على الاوردر دوت. والشركه بيبقى ليها مثلا 3 جنيه، ممكن تقول لك خد من العميل 18. فانا هاخد من العميل 18، يبقى في 3 جنيه للشركه هي بتخصمهم من المحفظه. اول حاجه هنتكلم عليها هي الشغل في مرسول بيبقى ازاي. الشغل في مرسول ما بيبقاش شفتات. يعني الشغل في مرسول انا دلوقتي قاعد فاضي عايز انزل اشتغل، بنزل اشتغل وقت ما تحب تشتغل. والفلوس اللي انت بتشتغل بيها بتبقى بتاعتك انت. يعني انت بتروح تحاسب المطعم وبتروح للعميل تاخد الحساب بتاع الاوردر وجنبيه حساب التوصيل. طب ايه الدخل بتاعي ولا ايه الفلوس اللي انا هاخدها كام؟ على حسب الاوردرات اللي انت هتعملها. يعني انا مثلا نزلت من اول اليوم اهو، خدت اوردر مثلا توصيله 20 جنيه، اوردر تاني توصيله 10 جنيه، اوردر تاني توصيله 15 جنيه. روحت اخر اليوم مثلا ممكن عامل لي 7 8 اوردرات، معدي ال 150 جنيه او جايب 150 جنيه. وحاجه برضو مهمه لازم تبقى عارفها ان في 3 انواع من الاوردرات. في حاجه اسمها اوردر مطاعم شريكه، وفي حاجه اسمها اوردر من مطعم عادي، وفي حاجه اسمها اطلب اي حاجه. العميل اللي بيطلب من مطاعم شريكه في حاجه اسمها ببعت الاوردر للمطعم قبل ما اروح المطعم. فبروح المطعم بيبقى بنسبه كبيره الاوردر جاهز، بستلمه واروح للعميل على طول. تاني حاجه الاوردر من المطاعم المجهوله، لازم ان انا بروح للمطعم نفسي ولا اما اوري له الابلكيشن ان العميل طالب ايه، لا اما اقول له الطلب بنفسي. تالت حاجه وهي اطلب اي حاجه. اطلب اي حاجه دي العميل بيطلب اي حاجه مثلا من مكان معين، يقول لي مثلا هات لي حاجه من كذا، بروح اجيبها. وفي نفس الوقت برضو بعمل حاجه اسمها اصدار فاتوره. يعني لازم أن يبقى في فاتوره في المحل دوت. ما اروحش اجيب له حاجه من مكان مش معروف او مكان مجهول، او ما ادفعش فلوس من غير ما اخد حاجه. يعني مثلا ما فيش عميل يقول لي روح هتدفع فلوس هنا مثلا وتروح مكان معين مثلا تحصل الفلوس ديت. لا، ما فيش الكلام دوت. ما تجيبش كروت شحن مثلا. العميل يطلب كروت شحن ويقول لك اديني رقم الكارت عشان اشحن رصيد وهتعالى خدهم. لا برضو. دايما اعتمد على عدم الثقه. يعني الشغل طالما انت شغال في حاجه زي كده وانت الوحيد اللي دايرها بنفسك، حاول ما تثقش في حد. هي الشغلانه ديت كده، ما تثقش في حد، ما توصلش حاجات الا لما تكون واثق في الشخص دوت. وكمان الشركه لو حصلت مشكله هي بتعوضك ماديا عادي. يعني لو الاوردر العميل مثلا لغاه او العميل طلع فيك مثلا ولا كده، الشركه بتعوضك ماديا، ما تقلقش. يعني ماديا لما بتشتغل كتير في مرسول وبتعمل لك مثلا كام اوردر وكده، الشركه بتبعت لك رساله على الابلكيشن بتقول لك تعالى استلم الخوذه بتاعتك، او تعالى استلم التيشيرت، او لو عملت اوردرات كتير بتقول لك تعالى استلم الجاكيت، او تعالى استلم الباوتش بتاع مرسول.
فدي بتستلمها بالمجان، كل الحاجات دي بتستلمها بالمجان عشان تساعدك على الشغل، وفي نفس الوقت بتعمل زي دعاية للشركة، يعني دي تعمل دعاية لشركة مرسول مثلا كده. طب ايه الحاجات اللي هحتاجها لما اجي اقدم في مرسول؟ الحاجات اللي انا هحتاجها لما اجي اقدم في مرسول، هحتاج صورة بطاقة، كل ده بالابليكيشن، يعني كل ده هحطه على الابليكيشن وهعلمك الخطوات ازاي تحطه على الابليكيشن. هنحتاج صورة للبطاقة وش وظهر، صورة البطاقة وش وظهر الكلام دوت، صورة على التليفون مش صورة مطبوعة، صورة البطاقة وش وظهر، صورة ليك مع العجلة، صورة للعجلة لوحدها، صورة سيلفي ليك، صورة إيصال غاز أو كهرباء أو مية بالعنوان اللي أنت فيه أو العنوان اللي مكتوب في البطاقة، وآخر حاجة وديت المهم، رقم تليفون يكون متسجل باسمك. دلوقتي هننتقل لطريقة التقديم في مرسول. هتخش هنا على صفحتي وتخش على إعدادات، او هتخش على الجزء اللي في الجنب ده على طول، هيجيب لك كيف اعمل في مرسول. هتروح دايس على اخر حاجة تحت خالص، كيف اعمل في مرسول. دوست على كيف اعمل في مرسول، هيجيب لي رقم، احط الرقم بتاعي يكون متسجل باسمي. تمام، هيقول لي ارسال الرمز. تمام، ارسال الرمز، هستنى اما يجيب لي الرمز. بعدها نكتب الكود اللي هيجيلنا البيانات ديت. اول خانة هنكتب فيها الدولة اللي احنا فيها، ايجيبشن، ان انا مصري. رقم الهواية ده اللي هو رقم البطاقة، هتكتب رقم بطاقتك، هنكتب اي رقم. تمام، تاريخ الميلاد هتكتب تاريخ ميلادك. نوع السيارة، لو انت عربية او عجلة او مكنة هتكتب خاص. لوحة السيارة، لو انت مكنة هتكتب رقم اللوحة بتاعتك والحروف آه، والرقم التسلسلي. طب انا دلوقتي عجلة هتكتب 1 2 3 4، وفي الحروف هتكتب عين جيم لام اللي هي عجل. الرقم التسلسلي هتكتب اي رقم، 2 3 4 5 6 7 8. تمام، خلصنا الخطوة دي، نخش على الخطوة اللي بعدها. رقم الحساب البنكي، اول حاجة هتضيف الصورة، تضيف الصورة الشخصية اللي انا قلت لك عليها. فيعني تخش كده، بيقول لك دي يعني حاجات معينة لازم انت تاخد بالك وانت بتحط الصورة. هنضيف اهي الصورة السيلفي اللي هي ليك، صورة سيلفي ليك. تمام، الاسم الكامل، الاسم اللي في البطاقة بالظبط، فهنكتب اسمي بالظبط. تمام، كتبت اسمي، هكتب ايميل وده اختياري، عايز اكتبه اكتبه، مش عايز اكتبه اكتبوش. كتبت ايميل. اسم البنك، لو انت معاك حساب بنكي تكتب اسم البنك ورقم الحساب، دي اختياري، وتدوس التالي. اهم خطوة في الخطوات هي دي. نوع السيارة هتلاقي في الاخر خالص، هتنزل تحت خالص، لو انت عجلة هتلاقي كلمة بايك، ولو انت مكنة هتختار نوع المكنة. موديل السيارة هنا بايك اهي، لو انا مختار عجلة هتبقى بايك. سنة السرعة ممكن اكتب اي سنة عادي، مش فارقة، 2020. دي اهم خطوة بقى، اللي هي الصور. ازاي اطلع الصور ديت على البرنامج؟ احنا زي ما احنا قلنا الملفات ديت هتطلع، لو انت مكنة هتطلع الملفات زي ما هي بالظبط، زي ما مكتوب لك بالظبط هتطلعها. طب انا دلوقتي عجلة، لو عجلة اول واحدة ديت تكون بتحميل الجزء الامامي من بطاقة الهواية الوطنية الخاصة بك. هجيب صورة البطاقة الامامية، هختار صورة البطاقة الامامية. تمام،
صورة البطاقة الأمامية. قم بتحميل بطاقة الإقامة الخاصة بك من الخلف. هحط صورة البطاقة الخلفية. صورة البطاقة الخلفية. قم بتحميل رخصة القيادة. طب أنا دلوقتي معيش رخصة قيادة، بعمل إيه؟ بنزل صورة ليا مع العجلة. أنا دلوقتي عجلة، فبنزل صورة ليا مع العجلة. صورة ليا مع العجلة. قم بتحميل رخصة السيارة من الأمام. هتنزل صورة العجلة لوحدها. صورة العجلة لوحدها. بعدها قم بتحميل رخصة السيارة قم بتحميل رخصة السيارة من الخلف. هنا هتنزل صور للعجلة برضو. في ديت هتنزل صورة العجلة برضو. صورة العجلة بس بزاوية تانية. صورة للعجلة بس بزاوية تانية. آخر خطوة ودي المهمة، قم بتحميل صورة لهيكل السيارة بالكامل. دي هتحط له صورة وصل الكهرباء أو وصل الغاز أو وصل المية على حسب. وهنا قلنا هنحط له صورة رخصة السيارة. هتحط له صورة العجلة. حط له صورة للعجلة. تمام، هنحط له صورة للعجلة. بعد ما ملينا البيانات دي كلها هنروح دايسين ارسال. اول ما ندوس ارسال كده البيانات بتاعتك بتتراجع، واول ما تتقبل كده البيانات بتاعتك بتتراجع، واول ما تتقبل هيعرفوك انك اتقبلت. طب انا دلوقتي اتقبلت وتمام وكل حاجة، هعمل ايه بعديها؟ الخطوة اللي بعديها على طول هروح طالع على فرع فوري. اقول له انا عايز اعمل محفظة سي اي بي. عايز اعمل محفظة سي اي بي عشان اشتغل في مرسول. تمام، هيعمل لك المحفظة ببلاش. واول ما تعمل محفظة تعملها برقمك اللي انت ضايفه على البرنامج. فبعد ما تعملها برقمك اللي انت ضايفه على البرنامج كده تبقى خلصت يعتبر كل الخطوات. هيبقى ناقص البرنامج يبعت لك رسالة يقول لك تم توثيق حسابك او تم تفعيل حسابك. اول ما البرنامج يبعت لك تم تفعيل حسابك هتروح داخل هتتفرج على المحاضرة. هتلاقي كل شوية البرنامج بيبعت لك لينك المحاضرة. فهتروح منزل برنامج زوم وتخش تتفرج على المحاضرة. بعد ما تخش تتفرج على المحاضرة والدنيا تمام، اتفرجت على المحاضرة، هيجيلك لينك في اخر المحاضرة بتخش عليه وتسجل بياناتك. سجلت بياناتك مفيش يوم او يومين بالكتير قوي وهتلاقي البرنامج قالك تم تفعيل حسابك، اللي هو خلاص كده بقى انزل اشتغل. هتنزل تشتغل، وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هطبق لك عملي ازاي تشتغل في الشارع. شكرا.